البايثون على الويندوز واللينكس. النهارده ان شاء الله الدرس بتاعنا بيتكلم عن الاديتورز، المحررات اللي انت تقدر تبرمج بيها لغه برمجه البايثون. موقع بايثون دوت اورج عامل هنا صفحه جميله جدا بيشرح فيها اغلب الاديتورز او كلها تقريبا اللي انت ممكن تقدر تعمل بيها برمجه للبايثون على اغلب بلاتفورمز زي الويندوز واللينكس والماك. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن افضلهم واقواهم. برنامج بايت شارم برنامج رائع جدا في برمجة البايثون، ولكن بيحتاج ان انت تشتريه او تجيبه بالطرق الغير شرعية. برنامج بايثون باي سكريبتر برنامج جميل جدا وسريع لبرمجة البايثون، يعد من افضل البرامج. لو انت بتستخدم لغات برمجة زي السي شارب او بتشتغل على الفيجوال ستوديو، ففي اضافة ليك البايثون تول في الفيجوال ستوديو بتمكنك ان انت تقدر تبرمج لغة برمجة بايثون على الفيجوال ستوديو. لو انت شغال في البي اتش بي والجافا او كده، في اضافة لبرنامج الاكليبس اسمها باي ديف، تقدر ان انت تحملها تشتغل على برنامج الاكليبس. برنامج اكثر من رائع برنامج كانوبي بايثون اديتور، برنامج جميل جدا، برنامج فري بيتميز ان هو اوبن سورس، تقدر ان انت تحمله فري جدا، شغال على بلاتفورمز ويندوز ولينكس، تقدر ان انت تحمل منه. اخر حاجه هنتكلم النهارده هو البرنامج الاي دي بتاع لغه برمجه البايثون الافتراضي اللي الموقع عطولك، وانا بفضله جدا. برنامج بيتميز بسهولته، ده اللي انا هشتغل عليه ان شاء الله طول الكورس او اغلب شروحاتي هشتغل عليه. برنامج سهل جدا في التعامل وبيتميز بالسرعه وبسيط جدا. النهارده ان شاء الله الدرس بتاعنا خلص، اتكلمنا عن الاديتورز، استنونا في الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن حاجات تانية كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.